الموظفين بيتضغطوا وبيوصلوا لمرحلة في أي شركة بتستوجب الرحيل، ما بيستنوش رفدك، بيقدموا استقالتهم. المكان اللي انت فيه والمكان اللي أنا كنت فيه مش مخليني موجودة علشان أنا موشة كيوت في نفسي، مش عشان انت بتدخل تدي طاقة إيجابية ولطيف وظريف وما بتشتغلش. انت قاعد هنا وانت قاعدة هنا لأنك كفء، لأنكم تقدروا على المطلوب منكم، لأن هم بياخدوا منكم اللي هم عايزينه. لما ربنا سبب الأسباب وكرمكم بالشغل ده ودخلتوا المكان ده، اتفضلوا، انتوا كملتوا بكفاءتكم. حتى لو شخص كان سبب بعد ربنا في ان انتوا تدخلوا المكان ده، فانتوا كملتوا لأنكم تستحقوا. اللي بسط لك الرزق هنا هيبسطهولك في حتة تانية، اللي كرمك هنا هيكرمك هناك. ما تخافش، الخوف بيكبل، وطول ما انت بتكبل مش هتعرف تتحرك، دنيتك كلها هتقف، انت نفسك هتقف. انا لما جيت انا نفسي اخد الخطوة دي ابدا ما كانتش سهلة. الناس شايفاك انت بترمي كل حاجة وراك وبتخلع بعمرك، لا، انا ابتديت افكر صح. ما انا ممكن اعمل حاجة تبسطني وبحبها واكمل فيها وانجح واحقق اللي انا عايزاه، مش لازم ابقى في مكان بائس. مع كامل احترامي لكل مجالات العمل،